السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده وبخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم معسله من معسلات رمضانيه. غادي نشارك معكم بشنيخه او شبكيه الحليب بطريقه جد سهله ومبسطه بدون اضافات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتعتمدوا عليها ان شاء الله في شهر رمضان المبارك. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم الضغط على الاعجاب وتبارطاجوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وبلا ما غادي نطول عليكم غادي نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو غادي نشارك معكم كميه ديال كيلو ديال الدقيق. غادي نحتاج كيلو ديال الدقيق من نوع يكون ممتاز. عندي 250 ملي ديال الحليب. غادي نحتاج ربع كاس من ماء الزهر و250 غرام من الزبده تكون من نوع حيواني، خماره من 16 غرام وشويه ديال الملحه. هاد البشنيخه اللي غادي نشاركها معكم راها بدون اضافات، يعني بشنيخه الاصيله. غادي ناخذ كاسرونه غادي نضيف ليها 250 غرام ديال الزبده. الزبده تنصحكم تكون بالنوع حيواني باش تجينا البشنيخه بنينه، واي نوع اخر ديال الحلويات. غادي نضيف الخميره ديال الحلويات على الدقيق. بالنسبه للدقيق يكون من نوعيه ممتازه ونكونوا مغربلينه مزيان. وغادي نضيف شويه ديال الملحه. هنا غادي ناخذ ربع كاس ديال الماء الزهر. غادي نضيفه على ديك الزبده والحليب اللي درتهم دابوا لينا، يعني الحليب سخن والزبده دابت مع الحليب. تنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. هنا كيف ما تعرفوا الزبده والحليب راهم مازالين سخان، ما غاداش نقدر نعجنها بايدي. هنايا نعجنوها بشي معلقه ولا ديوها في العجانه على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب كل وحده وشنو متوفر عندها. صافي غادي نبقى نجمع فيها هكا بالمعلقه كيف ما تتشاهدوا حتى تنحس بها راه دفات شويه. عاد باش غادي نديرو ايدينا باش نجمعوا العجين. وبالنسبه الزبده مع الحليب خاصنا نضيفو غير بشويه بشويه باش ما تجراش لينا العجينه. المهم ديك الكميه ديال الزبده والحليب راها مضبوطه هي اللي تنستعمل، يعني في كيلو ديال الدقيق. صافي غادي نبقى نجمع العجين بشويه بشويه كيف ما تتشاهدوا معايا. والعجينه خاصها تكون قاصحه ما نخليوهاش يعني مبخوفه كيف ما تتشاهدوا معايا في الصوره. باش نبقى نجمع فيها غير بشويه بشويه وتندلكها حتى تتجمع لينا العجين. كيف ما تتعرفوا المعسلات خاص العجينه ديالهم تكون قاصحه باش يجوكم ناجحين. الا خفنا العجينه في الاول المعسله راها ما تجيناش زوينه تترخى لينا وتجينا رطبه بزاف. كيف ما تتشاهدوا راني تندلكهم هكا مزيان. انا حاولت نقسمها على جوج باش تجيني سهله في الدليك. صافي وغادي نقسمهم على 4 كيف ما غتشاهدوا معايا في الصوره. وغادي نضيفهم في البلاستيك الغذائي راهم غادي يعقبوا يتطلقوا لينا. وهاد العجينه ديال البشنيخه راه خاصنا نخدموها وهي مازال سخونه وما تنخليوهاش ترتاح بزاف. صافي غادي ندوز مباشره باش غادي نورقهم. غنبدا باول وحده غادي نشكل على شكل مسمنه كيف ما غتشاهدوا معايا في الصوره. نبسطوها هكا مزيان بالمدلك ونشكلوا على شكل مسمنه. صافي وضروري نديروها في ديك البلاستيكه باش تبقى لينا سخونه وتتعقب ترطب غير راسها براسها. وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. وغادي ندوز نبدا باول وحده. هنا غادي نبدا باول وحده شكلنا او ورقنا وما تنستعملوا لا دقيق لا حتى شي حاجه. صافي غادي نبسطها بالمدلك مزيان كيف ما غتشاهدوا معايا. عاد باش غادي ندوزوها في الماكينه
او الوافقه كله كيفاش تيسميها. ضروري تكون متوفره عندكم. بالنسبه للبشنيخه راها تساعدكم بزاف. صافي غادي نقطع هكا على 3 ونعقب نبسطهم بشويه بالمدلك، وغادي ندوزها في الرقم الكبير كيف ما تتشاهدوا في الاخر، وعاد غادي ندوزها في رقم 2. وانتم على حسب الماكينه اللي عندكم. صافي من بعد ما صبت معكم الاولى، اما الثانيه غادي نديرهم في دقه واحده، يعني غنستعمل الرقم الاخر عفوا، وعاد باش غنديرهم في رقم 2. صافي تنضعهم جانبا. وانا خصني نكون سريعه في هذه الخدمه هذه باش العجينه تكون مازال سخونه، باش تسهل عليا العمليه ديال الخدمه وتجينا ناجحه. كيف ما تشوفوا هنا دوزتهم في هذه ديال السباغيتي. صافي وتندوز نتشكلها على هذا الشكل هذا، تنقصها هكا في الوسط تقريبا. الطول ديالها تيكون ديال 5 سنتيم. وانتم على حسب الرغبه ديالكم تقدروا تصغروهم او تكبروهم. بالنسبه للبنات اللي ايدهم ماشي سريعه تنصحكم تصايبوا يعني بالوحده بالوحده. وبالنسبه للبنات اللي يعني ايدهم هكا تكون خفيفه في الخدمه، تقدروا تدوزوا 3 ولا 4 هكا، دوزوهم كاملين في ديال السباكيتي كيف ما تشوفوا معايا، وتدوزوا تشكلوهم كاملين في دقه واحده. يعني بالنسبه لوحده تكون هكا شاده ايدها وما تتعطلش في الخدمه، باش ما ينشفوش وباش يجيوكم يعني بقاو لكم هكا رطبين باش تخدموها. هي هاد العجين هذا خاصنا نخدموه وهي مازال سخونه. يعني الا خفتوا ما تغلبوش على كيلو تقدروا تضيفوا نصف كيلو، يعني تقدروا تضيفوا نصف الكميه باش هكا ما تضيعش لكم العجينه. وبالنسبه دوك الزوائد راني تنديرهم في البلاستيك كتنجمعهم وتنخليهم مغطي عليهم مزيان باش يبقاو ليا سخان. صراحه هاد الكميه كامله شكلتها وهي العجينه مازال سخونه. هنا من بعد ما كملت التشكال ديالهم غادي ندوز مباشره باش نقليهم. هنا درت الزيت يسخن، درت فيه وحده غير باش غادي نجرب الزيت والسخن. ملي تنشوفوه هكا سخن عاد باش نضيف الكميه الاخرى كيف ما تشاهدوا معايا في الصوره. ما نجهدوش عليهم البوطه باش ما يتحرقوش لينا. المهم العافيه تكون على نار مهيله، المهم النار ديال البوطه تكون مهيله. صافي وغادي ناخذ واحد المشاوه كيف ما تتشاهدوا باش غادي نبقى نقلب فيهم باش يجوني محمرين من جويه كاملين. هنا من بعد ما ذهبوا ليا كيف ما تتشاهدوا في الصوره غادي نزولهم او نسقطرهم من الزيت مزيان وغادي نديرهم في العسل. راه اللون ديالهم ياخذوه في العسل، يعني غير تيذهبوا على هذا الشكل هذا صافي وتنديروها في العسل. العسل خاصو يكون ثقيل. هنا غير الفيديو حتى نزابو تيبان لكم العسل بحال شويه خفيف. مهم اي عسل بالنسبه للمعسلات راه خاصو يكون ثقيل. وهذا هو الشكل النهائي ديال البشنيخه او شبكيات الحليب اللي شاركت معكم اليوم. شاركتها معكم بطريقه جد سهله ومبسطه وبمكونات بمتناول الجميع. نتمنى ما تعكزوش عليها وتحضروها في الطبله ديالكم لهذا رمضان ان شاء الله، ولا يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي والهناء. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو الضغط على الاعجاب وتبارطاجيوه على مع الاحباب ديالكم والاصدقاء. وبلا ما غادي نطول عليكم نخليكم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.